في عالم ما كيشوف واحد كان داود محمد فرحان كيقول بيه عنده خدام، شي منهم العالم السفلي شي منهم العالم العلوي. كان كيظن القوة في يديه، أن مصير الناس تقدر تبدل غير بإشارة منه، ولكن كان عارف أن لكل قوة الثمن ديالها، ولكن ما كانش متخيل باللي الثمن غادي يكون أقرب الناس ليه. فهم متأخر أن القوة اللي قلب عليها ما كانت غير فخ، باللي ولا هو الفريسة. هنا انقلب السحر على الساحر. بغيتو تعرفوا كيفاش؟ خليكم معايا. السلام عليكم. فينكم؟ كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. كي بديت معكم هذا الشهر الفاضل رمضان مبارك، الله يتقبل منا ومنكم الصيام والصلاة والصالح الأعمال. نتمنى يكون كنعجبكم بالقصص والقضايا اللي كنعمل وكنشاركها معكم، ونتمنى ما تنسونيش فضلا وليس امرا الى عجبكم اكيد المحتوى ديال القناة دعموني بلايك وكومنتير زويون بحالكم، وتشرفوني بالاشتراك. هذاك هو النهار الكبير. ما نطولوش عليكم، بداو في القصة. زاد داود محمد فرحان في قرية صغيرة محافظة ريما اليمنية. عاش في وسط عالم غامض وخطير، عالم السحر والشعوذة. الحكاية ديالو بدات هو مازال صغير رضيع، ملي كانت عنده فقط 6 شهور. بداو كيجيوه نوبات صرع غريبة. الناس قالوا باللي عنده مس، باللي عنده شي حاجة ماشي طبيعية. الأم ديالو بطبيعة الحال خافت ومشات عند باه كتعاود ليه اش واقع. هنا باه ماشي غادي يقرا عليه القرآن غاو يدير ليه الرقية الشرعية، لا. باه دار حاجة غريبة، لأن باه كان ساحر كبير معروف داك العالم. شاف ولدو قال برودة، هادشي ماشي مرض، هادشي اختيار، وقرر يعطيه الباهوت باش يكون خدام عنده محسوب عليه يحميه. من داك النهار تحط الولد في طريق ما اختاروش هو، طريق غادي يكبر فيه بين الطقوس والاسرار. عاش من صغره كيشوف باه كيقولوا عنده كرامات، الناس كيجيوه من جميع المناطق في الخفاء، يدخلوا خايفين ويخرجوا ساكتين. كبر هو كيشوف هاد العالم قدام عينيه، عاش هاد الشي كامل وما عاش حتى طفولة عادية. منين وصل ل 14 سنة مات باه هو ساحر على سوء الخاتمة، الله يحفظ. ما تابش لله، خلى داود في سن صغير ما فاهم والو من هاد العالم. بعد مدة ولا كيشوف وكيخرجوا ليه في طريقه بنات زوينات بزاف، جمالهم كان خطير. كل مرة بنت في شكل، بصراحة كيفتنوا بالزين. كانوا كيدرجوه للمعصية باش يمارس معاهم علاقات جنسية ويتصاحب معاهم. ما عارفش أنهم ما كانوش بشر، كانوا إناث من الشياطين، الله يحفظ. كيتشكلوا ليه ويتسيفوا ليه صورة بنات القرية باش يغويوه ويغويو الرجال ضعاف الإيمان. وكان هو واحد منهم، ولد صغير 14 سنة، مراهق. اش كتسناي منه؟ وعاش بداك العالم. ديما كيلقاهم في الغابات، في أماكن مهجورة، في الخلا. ولات العزلة عنده إدمان، كيقلب عليها بوحدو حيت أكيد عجبو الحال. في واحد الليلة من الليلات هو راجع للدار، لقى حمارة حشاكم مربوطة بواحد الشجرة. قرر يركبها باش يوصلوا للدار، انه كان كيدير داكشي اللي على بالي وبالكم. قال ممكن حتى مولا هو كيدير داكشي. المهم وفي هاد الغابة ما مساليش، هز الحمارة حشاكم، ولكن في وسط الطريق توقفات بيه بوحدها. لا ضربها المرة الأولى باش تزيد ما زادتش، ضربها المرة الثانية. وهنا كانت المفاجأة، تكلمات بصوت مرأة. ظهرت قالت ليه واش حسبتيني حمارة حتى تضربني؟ هنا تجمد في بلاصتو، ما فهم والو. فجأة اختفت من تحته وطاح على الأرض. طيحة كانت خطيرة، بسببها فقد الوعي 3 سنين. مو فاش عرفاتو ربطاتو بالسناسل، قالت والله ما يخرج من الدار. خافت عليه، قالت بغاو يسكنوا ولدي يجروا طريق باه. وخا كان مربوط، كانت كتخرج ليه بنت ملكة الجمال وكتقول ليه ما تاكلش الماكلة ديال ماماك، وكتجيب ليه التبصيل ديالها ماكلتها فيه اللحم كتوكلو
بيديها، ما كانش كيرفض. يتلمسوا فيه نقطة الضعف كيدوب قدام البنات، كياكل وما فاهمش اش واقع عليه. ولا بعض المرات كيطلب مو غير تفكو، يقولها الوالدة راه داز دابا عام، خليني غير نخرج نشم الهوا ونجي، كان واعدك ما نتعطلش. يتعرف لا تعطل رد ليه ما غاديش تلقو. كنت بعض المرات كتحن فيه، ولكن غير كيخرج من الدار كيجري بلا شعور الغابة، كيجي حيوان مفترس يقلب على الفريسة ديالو في ديك الغابة، كياكل اي حاجة لقاها حية ولا ميتة، كلشي ياكلو كلشي طحنو، حتى الكلاب القطوط ميتين، يعني الجيفة اي شي خبيث، حيت صافي ولف على مذاقهم تعود عليه. وحتى إلا لقى ولد صغير داك النهار كبير عنده والله ما يزقلو، اللي فيه كيخليه يطير باش ياكلو. مع العلم باه نفس الطريقة كان كياكل لحم خضر، حتى لحم الأطفال أو البشر. الله يلطف ويرجع الدار عادي بحال ما وقع والو، عين ما شافت وقلب ما وجع. من بعد قرر يهرب من دارهم، وكانت شي حاجة صعيبة ومستحيلة يهرب، هو متسلسل بالسلاسل مسدود عليه باب من حديد. ولكن خوتنا الله يحفظ تحو عليه وخرجوه من بلاصة اللي مستحيل قط صغير يخرج منها. هنا خرج وبدا كيتنقل وما فهم والو، خارج من دارو حفيان، خارج بلا فرانات، حتى وصل منطقة الحديدة، منطقة زبيد. جلس فيها 3 أيام، من بعد يفرس تعز. تخيلوا معايا 2 ساعة على رجليه وصل ديك المكان لشي حاجة مستحيلة، لأن السيارة بوحدها كدوز نهار، ولكن هو دارها على رجليه بسرعة البرق. حس بشي قوة ساعداتو أو طيراتو تماك، إن مستحيل كنعاود نأكد عليها إنسان عادي يوصل ديك المنطقة بديك السرعة. ولكن كانوا مستعجلينو، عرفتوا علاش؟ باش يحضر معاهم في طقوس موجودة زاوية بن علوان، أحد الصالحين مدفون تماك في الضريح اللي كتقام في يفرس. كل عام كيتجمعوا فيها السحرة والكهنة كاملين تماك قبل ليلة شعبانة، نهار بالضبط 14 و 15 كانوا كيذبحوا للسيد تماك، ماشي لله، للسيد. حضر داود جميع الطقوس، كان أكيد بدون طهارة، وبقى تماك أكثر من 15 يوم، وطلبوا منه يصوم ويصلي عكس اتجاه القبلة، يصلي تجاه الضريح أو القبر. بقى على داك الحال ناعس في ديك الزاوية بوحدو، حتى جاو عنده جماعة ديال الناس. داود ما عرفهمش، انه هو ما عرف حتى واحد تماك، هو غير فاق خرج من دارو لقى راسو تماك. ولكن هما اكيد عارفينه، هما جايبينه. قالوا ليه عندك كرامة موروثة من باك، غادي يكون عندك هيبة وسلطة، وقدراتك غادي تخليك تعالج جميع الناس بكرامتك وتولي واحد من الصالحين. والضريح رضى عليك وقال ليك كل عام تجي تزورنا نفس المدة وتذبح ليه باش تجدد العهد اللي بينك وبينه. الكلمة دخلات لقلبه، صدق باللي عنده شي قوة وقدرات خاصة، الناس غادي تولي تحتارمه، وشعور العظمة بدا كيكبر الداخل عنده. قالوا ليه راه كتب باك ومسبحتو وخاتمو مخبيين في بلاصة فلانية، راه كتب باك، راه ورث باك اللي خلاه ليك. بالفعل رجعوا لقاهم فعلا تماك، حيت كانت تمو مسكينة مخبياهم، دافناهم خايفة عليه يتبع طريق باه. ولكن وقع اللي كانت خايفة منه، كانت كتب خطيرة في تعليم جميع تفاصيل السحر، بحال الشمس المعارف والمندل والجفر. قراهم كاملين وبدا يطبق باش يحضر، كيقرا الطلامس
بالأعداد والأرقام كما هو مشروط. كما وصل لمرحلة سموها الحضور الروحاني. هدر فيها واحد الشيخ على هيئة شيخ بلباس أبيض، شعر أبيض، قال لي أنا روحاني عظيم، ولكن كان شيطان كبير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاش شافو ما وقفش، بدا يزيد يقرا التعاويذ وتلامس كيف كيقول كتاب اسم سلسبيل وطحطاحيل، يقولون ما شقال إسرائيل وجبرائيل وميكائيل، حتى حضرهم. وقفوا عليه جماعة ديال الخدام السفليين كانوا في خدمته، صيفطهم جل كبير اللي على هيئة شيخ. وهنا كانت البداية أن داود بدا كيغرق ديال بصح. من أهم التعليمات اللي كانت مكتوبة في ديك الكتاب مخلطة بالعربية، الحروف عبرية والسريانية، حروف متقطعة ومقلوبة. تقرا دوك التعاويذ وتآمن بهم. إلا بغيت يكون عندك أكبر عدد الخدام، يكون معك خدام علويين، وتدخل كما كيقولوا من الباب الكبيرة، وتكون كبير السحرة بدرجة كبيرة، وتعمل ليك ألف حساب وحساب. راه عندنا شروط، ومن الشروط تكفر بالله، أعوذ بالله. هي أول الشروط اللي خاصك تطبقها يا داود. طلبوا منه يدخل في خلوة المدة ديالها 40 يوم في خلال خالي، بلاصة بوحدو في الجبل، وما يقيش الماء نهائيا، ما يكون لا طهارة لا على وضوء لا اغتسال. إلا كان بجنابته يبقى بجنابته، ويقطع الصلاة ديالو وما يدورش. ما كاين شي حاجة ما بغيناكش الخويا تصلي بشكل نهائي، لأنها غتكون عندك صلاة أخرى وكتاب آخر اللي غتقرأ به، ماشي القرآن. وطلبوا منه طلب أعوذ بالله منه، طلبوا منه يقطع القرآن على جوج، وبالضبط من سورة الكهف، وكل نص من القرآن يحطو تحت رجليه 30 حزب هنا و30 حزب هنا، ويفط عليهم ديك المدة كاملة يتمشى بهم. استغفر الله وأعوذ بالله. والقرآن الثاني يقطعوا ورقة ورقة، يحطهم على الأرض وينعس بيهم، يديرهم فراش والفهم يفهم. ما كاين لا حمام في ديك البلاصة، لا ما لا والو، كل شي كيديروا في ديك البلاصة. المهم ممنوع الخروج، عزلة تامة، وطقوس مليانة نجاسة. بالفعل من بعد 40 يوم خرج من داك المكان. كيف كيقول الكلب كانت ريحته حسن منه. وشرطهم آخر باش يخرج ما يجلس مع الناس الصالحين أبدا، ما يجلس مع المجالس الذكر، ممنوع. وإذا لقى راسو اضطر يجلس مع الناس الصالحين أو يدخل المسجد، يدخل ليه بالشرط. بغيتي تصلي ولكن ما تدخلش مطهر، بدون طهارة، أو دخل الحمام ووسخ راسك بأي طريقة. صلي معاهم فقط حركات باش تبان أنك إنسان متدين، ولكن الداخل ديالو توصل للشيطان. ممنوع عليك تقرأ القرآن في الدار، ولا يكون في القرآن دارك، وإذا سمعتي الأذان سد ودنيك ولا لعل المؤذن. هاد الشروط قاسية الإنسان المسلم المؤمن الحقيقي. المهم فاش خلص لمدة الخلوة قالوا لي رضينا عليك، رضاو عليك الجواد الكبار، وغادي تمشي زيارة عندهم نتا واحد الجماعة ديال الناس، ماشي بوحدك، واحد البير سميتو برهوت، وغادي تدوزو على الواد موجود منطقة في الجنوب بين شبة وحرمت. وحسب التعليمات غادي تختبروا اختبار قوي تماك، غادي تشوفوا جميع انواع الوحوش باش تعودوا عليها وما تخافوش، وما غاديش تأذيكم، ما تخلعوش، مجرد خيال. واللي خاف فيكم وقف غادي يخلص الضريبة، والضريبة صعيبة غادي تسطى. من أحسن كملوا ما تدوروش، فاش تسمعوا سمياتكم كملوا مشيتكم، ما توقفوش.
تا توصلوا عند البير وقفوا تماك. مالكم نمرود غادي يكون كيتسناكم. هما في طريقهم ولاو يشوفوا حوايج ماشي طبيعية، حيوانات عيونهم حمرين كتشوف فيهم من بعيد وكبار. من بعد كيخرجوا لهم الفاعل، طبات فاعي كبار وغلاظ، سنانهم طوال وعامرين بالدم، كيقربوا لهم بشوية بشوية وكيدوروا عليهم، لكن ما كيأذيوهمش، بقاو مكملين في طريقهم والقلب عالم به الله. من بعد بحال الارض تحلات كامله، البركان بدا كيفيض من حداهم، الجبال ديال النار طالعين حتى كيقربوا ليهم، ولكن كيوصلوا واحد الحد المعين وكيوقفوا بحال شي حاجه كتوقفهم كتحبسهم تماك. بقاو غاديين مكملين ما يخافوش، حيت كيما قلت لكم اللي خاف تصدى. حتى قرب يدخل الغار اللي حدا البير برهوت. تما بدا كيسمع اصوات اخرى، اصوات مختلطه، صوت الحمير كتنهق، كلاب كتنبح، بحيح الافاعي قريبه لودنيه، صوت الناس كتضحك كتغني كتبكي في نفس الوقت. الصوت دخل ودني بحال شي ريح مسمومه، خلاتو يوقف، وهاد المره الخلعه شداتو ديال بصح اكثر من داكشي اللي شاف من قبل. حسب راسو ما قادرش يدخل، قال صاحبو اللي حداه ما نقدرش نكمل، ما قدرش، دور وجهه ورجع. هو راجع كيسمع شي حد كيعيط عليه بسميتو اللي من وراه، داوود. من بعد كيسمع واحد الصوت ديال البنت كتعيط عليه، داوود داوود. صوت واضح قريب كيغريه يدور، ولكن تذكر بسرعة سبحان الله آية الكرسي اللي كانت مو ديما كتقراها ليه قبل ما ينعس. مو هي الوحيدة اللي كانت كتقرا القرآن في داك الدار. بدا كيقرا آية الكرسي بصوت منخفض، من بعد بدا كيرفع صوته بشوية بشوية بالخلعة حتى تقطعات الأصوات. لقى راسو خرج من داك الواد بأعجوبة فقط برحمة سيدي ربي. رجع لدارهم مباشرة. داز أيام وشهور، والفقيه داود حتى الآن ما ولاش ساحر، ما ولاش فقيه، باقي إنسان عادي، ولو أنه قاري جميع كتب السحر والشعوذة، ولكن ما خداش البركة من الشيطان الكبير، الشيطان النمرود. مشى بالفعل للمنطقة الأولى اللي مشى ليها باش هرب من دارهم، منطقة الزبيد. كيقلب على واحد من هادوك اللي كانوا وجدوه نهار الأول، وبالفعل لقى واحد تماك. سلم عليه، قال لي علاش ما مشيتيش للبير برهوت، اش وقع معاك؟ والعلم انهم عارفين جميع التفاصيل، ولكن بغاو يسمعوها من فمه. قال لهم بالفعل راني مشيت ولكن خفت وما قدرتش. بدا كيعاود داود كيف العاده، قال لي ماشي مشكل، تا دابا حلك ساهل، امور طيبه، جيب لنا غير شي حاجه كحله، ومن الافضل ما يكون حتى شي حاجه بيضه، لا خروف ما يكونش شعره بيض، كله كحل كحل. جاب لهم بالضبط داكشي اللي بغاو، جاب لهم الخروف الكحل باش يكون قربان للشيطان النمرود، ويحضروا ليه تماك وتكمل جميع المراسم، يولي بالفعل ساحر محترف بالبركة. بالفعل الشيطان اللي حداه أو الرجل اللي حداه بدا كيقرا التلاميذ التعويذات، وتم الذبح لغير الله، تم الذبح للشيطان. ودخل قال لي صافي دابا أمورك طيبة، دخل للغرفة اللي حدانا وصلي ليه، غادي تلقى تما شي راجل وصلي ليه. وهادشي اللي وقع. دخلت لداود الغرفة اللي حداه، لقى واحد الراجل جالس تماك بدا كيصلي ويقرا عليه، كيتوسل ليه وكيقرا داكشي اللي علموه في داك الكتاب. غير سجد ليه على رجليه اليمنيه، الشيطان هز ليه رجليه اليسريه حطها ليه على رقبته، وتماك ختم ليه الصليب على ظهره. ما رحموش انك فعلا كفرتي، ياك طبقتي جميع الشروط، كتامن من غير الله استغفر الله، ها هو الاثبات ديالك. ومن ثم كانت البدايه ديالو الرسميه في عالم السحر والشعوذه. من موراها سافر السعوديه باش يبدا خدمته داكشي اللي تعلم باش يطبقه. مشى للسعوديه بهيبة رجل متدين اللي كيشوفوه كيحتارموا، ديما لابس جلابة بيضاء نقية، السبحة في يديه عامرة بريحة المسك، الخاتم الفضي اللي في يديه ما كيفارقوش. الحجر ديك الخاتم كان غامق وكيلمع بواحد الطريقة غريبة، كتخلي أي واحد إلا شافو كيدور كيلتف في شي حاجة ماشي نورمال. الناس من أول نظرة بداو كيتيقوا فيه، كيقولوا إنسان مرزان، كلامه موزون، وعينيهم فيهم واحد الوقار اللي كيخليك تحس بالأمان. بصح
المظاهر خداعة، بداو كيقولوا عليه الراقي فلان أو عنده سر وراجل ببراكتو. شوية بشوية ولاو الناس كيجيو لعندو من جميع الجنسيات مختلفة، ولا كيخدم غير بالمواعيد. والغريب أن بزاف الناس كانوا كيقولوا بلي هو كيعرف سمياتهم قبل ما يقولوها ليه. يقول له السلام عليكم، جيتيني مرحبا بك فلانة بنت فلان، وعارف شنو في قلوبهم وعلى الجو واش بغاو. كيظنوا انه كيعلم بالغيب، ولكن العلم عند الله. ما عارفينش بلي انا غير الشياطين اللي كتسخر ليه وكتجيب ليه من القارين، كتعطيه المعلومات اللي كيكونوا في دماغ الانسان ماشي في قلبه. وكان ديما كيأكد لهم او باش يخدعهم، انه تيقول لهم هادشي ما كاين لا سحر لا شعوذه، غير بركه والدعاء والنية الصافيه وبركه جدودي. وكيزيد يطمنهم، كيقرا لهم القران قدامهم. ايوا الناس غير كيسمعوا القران كيطمئنوا نفسانيا. وهذا الشيء راه كان شرط من الشروط ديالو. الشياطين طلبت منه الا كان ضروري يدخل الجامع يدخل بلا طهاره، وممكن يقرا غير شويه ومن بعد يخربقها بالايات ديال الشيطانيه. وهذا الشيء اللي كان كيقول بلي اكثر الناس للاسف اللي كانوا كيجيو عنده هما نساء، ماشي حيت باغيين الشر، ولكن النساء مدخل خطير بسبب العاطفة والضعف التحصين الديني. مرة بطبعها كتكون محتارة وخايفة على دارها، ولا شي وحدة عندها شي مشكل مع راجلها، سامح فيها هاملها خيانة صداع ما كيحبش في الدار، الخوف من الطلاق. شي وحدة مسكينة حتى واحد ما كيسول فيها في الدار، كبرات بارت كتلقى راسها بوحدها كتخاف يفوت عليها الدران. هنا كيمشيو عند الساحر. الساحر كيعرف يستغل نقطة ضعفهم وكيستقبلهم ديما بفلانة بنت فلان. سلام، مرحبا بك فتيحة بنت عيشة، مرحبا بك. يسلموا عليك الجواد، مرحبا والف مرحبا. كيهز ديك السبحة في يديه وكيضربها على يد اخرى. مشكلتك بسيطة سهلة ومحلولة، زوجك مسحور الله يحسن عوانه، كاينة عين كبيرة قاتلكم الله يحفظ، قول تسليم. كيخليها تسلم وهي ما فاهمه والو. والحل غير عندي انا. كيهز راسو بواحد الثقه، يخليها متاكد انه كلامه صحيح. من بعد كيقول لها بواحد الصوت خفيف، نقدر ندير لك عمل محبه ولا القبول، ويرجع لك راجل كتار من قبل وما يشوف فيك غير انتي، بقى حال فمو غير فيك. وهاد الهضره تكون عاجبه اي مرأة. من كثرة الخوف والوجع كتبدا تشبت في داك الامل، تقول اياه سيدي مرحبا، واخا سيدي نعم سيدي. وكتبغي غير يرجع الهدوء لدارها ويرجع يبغيها راجلها. ولكن بشويه بشويه كيبدل هضرته، ولكن خاص شويه ديال الصبر، خاص بعض الشروط بغاوهم السياد. والعمل ما كيتمش الا تعاونتي معانا وعاونتينا. وهنا كيبدا يطلب فلوس بزاف وحسب الحالة، لأن القارين أكيد عطيه معلومات كافية، واش السيدة لاباس عليها والسيدة ما عندها. كيمشي معاك وكيخدم معاك على حساب مستواك. كيطلب منها أكيد، ولكن بغينا ذبيحة كحلة. كحلة كحلة كون خروف سود كحل، أو تور، أو ديك أسود، أو أحمر. ولكن ما تقولوش بسم الله، تكون الذبيحة سميت فلان بن فلان. يطلبوا منها تقول سمية الذبح لغير الله بدون ذكر اسم الله، وتكون الذبيحة اسم فلان يعني الشيطان ماشي اسم الله. وكيطلب كذلك حوايج خاصة منها، جيبي لي الدم الحيض ديالك، كتانة ديالك صغيرة ديالك أو ديالو، وشي ملابس شخصية، ولا حبذا شي زغبة من شعره. وكيطلب معلومات خاصة، وكل مرة كيخوفها إلا وقفتينا المشكل غيكبر، ولا ما كملتيش راجل كيضيع منك في مرة وطيروا منك هذيك اللفعة اللي تابعه راها ما سهلاش. وهنا كتولي السيدة داخلة في حلقة ما كتقدرش تخرج منها بسهولة. المهم فاش كتجي شي حالة فيها الفلوس كينوض قدام الناس كيوهمهم انه داخل الحمام باش يتوضا، ولكن كيف قلت لكم كيدخل فقط كيوسخ راسو ماشي كيتوضا.
كيجي يصلي قدامهم 2 ركعات باش يشتت انتباههم أنه متدين مش مشعوذ. كيخلي الناس تصدقوا ويبدا في الأول يقرأ سورة الفاتحة عادي، من بعد كيسكت، يبدا داخل بيناتو وبين راسو كيتوسل الشيطان وكيقرا التعاوذ للشيطان. الناس كيسحبوه راه كيقرا قرآن باش يعاونوه ويحضروا معاه. بالفعل كيوقفوا عليه الشياطين في صلاته، كيوقفوا عليه وكيسجد لهم مباشرة. كل مرة كيبانوا ليه بشكل مختلف، يا حيوان أعزكم الله، كلب أو حلوف أو ظل أسود. فاش كيسالي كيبدا يشد الخنجر اليماني في يديه، يلعب به في السماء حركات، كيعري على كرشو مباشرة. فاش الخنجر كيوقف في يديه هنا علامة منهم باش يخشيه، صافي غير الخنجر كيوقف يقولوا ليه خشيه مباشرة، بيخشي في كرشو. هنا كيفهم صافي انهم حطوا ليه الدرع الحامي، يدخلوا ويخرجوا عادي، ما كيوقع والو ليه. هنا فقط باش يوهم الناس اكثر، كيزرع في بالهم انه فعلا محمي بقوه ماشي ديال البشر، عنده البركه، هو ولي من اولياء الصالحين. ولكن نهار من نهارات هو كيدير نفس الطقوس قدام الناس، وقعات شي حاجه ما كانتش في الحساب. دخل عليه واحد الراجل متدين ديال بصح، سيد مصلي فجرو وفاهم في امور الدين، فتح الباب ما قال والو، فقط ايات الكرسي: الله لا اله الا هو الحي القيوم. صحيح كلمات خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان وعلى الشيطان كذلك، انه هنا هربوا جميع الشياطين في مره من ذاك المجمع، هربوا حتى هادوك اللي كانوا الدرع الحامي. فاش كيدخل خنجر كلشي هرب، حس بشي رجفة قوية، حس بشي حاجة خرجات منه، وبقى هو هاد المرة بوحدو. دخل الخنجر كيف العادة، ولكن خرجوا بالدم، طاح الأرض نيشان قدام الناس، الحومات هربوا، بقى الحامي الوحيد هو الله اللي شاف من حاله وما ماتش ديك اللحظة. بغى الله يعطيه فرصة من جديد باش ما يموت هو غارق في الشرك. هو ما عرف شنو وقع عليه بداك النهار بالضبط، حتى تاب ورجع الله. جا عنده داك الراجل اللي كان حاضر وكيعرف قصته، حكى ليه كل شيء. قال ليه انا اللي دخلت عليك داك النهار في داك المجمع ما درت والو، غير قريت ايات الكرسي. بسبب ايات الكرسي دخلتي للسبيطار وجلستي فيها 3 شهور. ديك اللحظه بدات الصوره كتوضح ليه اكثر، وتفكر قوله تعالى: ان كيد الشيطان كان ضعيفا. عرف بلي داكشي اللي كان كيحسبو قوة عظيمة ما كان غير وهم، والشيطان ضعيف ما قدرش يصمد قدام آية وحدة من كتاب الله. هنا نفهمو بلي الحماية الحقيقية ما كتكون غير من عند الله بوحدو. زعما في نظركم هنا تاب داود؟ لا، ما تابش، بقى مكمل في طريقه، حيت من بعد قنعوه ان في داك المجلس كانت وحده عليها دم الحيض. ما قالوش لي ايات الكرسي، لا لا، قالوا لي باللي سيده وحده تماك كان فيها الدم. وبالفعل دور الشياطين هنا خاصها تزين اعمالك، خاصها تبين لك انك في طريق خطا، ماشي ايات الكرسي. بالعكس، قالوا لي باللي ان وحده من هذوك مولين الدار كانت فيها الدوره الشهريه، وباش يتاكد اتصل بالفعل مول الدار وقال ليه واش هاد الخبر اش كاين. قال لي مولات الدار راه جاتها لا غير ديك الليله. وهنا الشيطان فرحات لان ما خلاش النقطه انه يقول ايات الكرسي، بالعكس زينت ليه اعمال الشيطانيه. بقى مكمل في طريقه داود، تا واحد الليله من بعد ما سال عمل الشعوذه في واحد الدار ديال واحد السيد. ديك الليله حس بلي ماشي فحال ديك الليله كانت ماشي فحال جميع الليالي، حس بالتعب ما عمرو حس به من قبل. خدم عمرو كان كيخدم في الليل وكيتعب، ولكن هاد الليله صافي. هنا مول الدار قال لي يمكن ضروه الجواد، يمكن الخدمه ما قدرش عليهم بغى يرتاح. قال لي خويا لي عافاك واحد البيت يعني متعود، يعني داود كيسهر الليل ان الشيطان لا تنام. قال لي واخا خوالي واحد البيت باش ينعس فيه، ولكن هذاك الارهاق كما قلت لكم كان مختلف ثقيل عليه، وطلب كما قلت لكم الدار عطاه البيت. هنا غير نعس حط راسو، جاتو واحد الرؤيه اللي غادي تحول ليه حياته كامله. شاف راسو في فريمه، المنطقه اللي تزاد فيها نهار الاول قريتو، وكان ميت، يعني صافي حسب راسو مات. الروح خرجت منه، تقبضات منه، شاف راسو ميت ديال بصح،
داز من جميع المراحل ديال الغسل، التكفين، الصلاة على الميت، حملوه للمقبرة، دخل القبر، ظلام القبر، الضيق، الوحشة، كان باغي يغوت يقول لهم راني حي ما تدفنونيش، ولكن ما قادرش يهضر. من بعد ولات كتجيه مشاهد مخيفة، كيسمع أصوات مختلفة بحال الرعد. هنايا كيأمروه صلي داوود. هو عمرو ما صلى الله، داك المكان دا كيصلي ديما كيصلي الشياطين. حاول يصلي بوحدو في الحلم، بوحدو شاداه الخلعة، حس بالحرارة، الضغط كيكسر ضلوعو بحال شي حاجة كتخنقو، الغوات باغي يغوت وهو فايق ناعس. ويغوت ديك الليلة ما قدرش، ما عرفش واش هو دا حلم ولا حقيقة. غوت اللي غوتها داوود. تمالين الدار فاقوا من الليل، فاقوا كاع صحاب الدار، صحاب اللي كانوا ناس في ديك الدار فاقوا من الدار. قال لي معليش ناض كيبخروا لنا من العادات ديالهم، الا شي واحد بحال هكا كيبخروا، يقول لي لا لا ما يحتاج. هنا داوود فاق مخلوع، عارف بلي هذه ماشي رؤية عادية، ولكن ما فهمهاش للأسف مباشرة. بلاص ما يفكر في التوبة بدا كيصور راسو، واش انا قصرت مع الشياطين؟ واش وقع شي خلل في العمل ديالي؟ واش غلطت في شي طقس من الطقوس؟ واش انا قلت شي تعويذه ماشي هي هذيك؟ ولكن صافي، حاول يخلي هذا الموضوع ورجع نعس. هنا عاوتاني شاف رؤية أخرى، شاف أن راسو في بلاصة عالية، تحت منه بحال نقولوا حفرة عميقة وحدها بير. ولكن شافوا باه في ديك الحفرة اللي كان فيها الحلم الأول اللي مات، هذيك الحفرة المضيقة، ديك الحفرة مضيقة، باه كيتوضا وكيصلي تماك. بقى كيشوف تيقول لي بابا با، تيقول لي شافو با، قال لي داوود ولدي هرب، هرب من ديك البلاصة، ما تقربش ليا، هرب. قال لي علاش با نهرب؟ اش درت؟ فين غنمشي؟ قال لي خلي الباطل، شد في الحق، باقي عندك الوقت باش تصلي، باقي عندك الوقت تقرا القرآن، باقي عندك الوقت تجلس مع المجالس الصالحين، باقي عندك الوقت تدخل الجامع وتدعي الله. ماشي في حالي انا، العبادة ولدي لله، خاصها تكون لله بوحدو، ماشي للجن، ماشي للشياطين، ماشي لأي مخلوق. سمح لي ولدي غرقتك معايا. قال ليه بلي الكتب والطقوس اللي كان خدام بيهم ما غادي ينفعوك في والو. اش بدك تقول الوالد؟ ياك انت اللي علمتيني ياك السحر كيفاش؟ ما فهمت. وافق من نعسه، استغفر الله استغفر الله. بدك فاق من نعاس داوود، نعاس اللي ما كانش اي نعاس، حلمه اللي ما كانش بحال اي حلمه، او رؤيه من الله سبحانه وتعالى، رساله واضحه لداوود. هنا فاق مزلزل، وعرف باللي هذه رساله من عند الله، جاته من طريق باه اللي عزيز عليه، وهذه بداية الهداية. ولكن من يبغى ينوض يصلي ما قدرش، توقف، عجز، حبس، حس براسو بحال الطين، ما فيه لا قوة ولا عظام. بدا كيقول يا ربي أعني، يا ربي قويني. بصعوبة باش وقف ويتوضا، ما قدرش، محبوس بالسلاسل، صعيب عليه يصلي لله. ولكن عاونوا الله فاش دعا عليه، دعوني أستجب لكم. كان أول وضوء حقيقي داروا في حياته، حس بالنقاء، حيت الوضوء النقاء ما حش بالوسخ، عمره حس بالنقاء أو شم راسو نقي. إحساس زوين وغريب بالنسبة ليه، لكن إحساس زوين. فرش السجادة وصلى لله، قال بلي هذه أول صلاة صادقة في حياته. ومن بعد قرر وعاهد الله وعاهد نفسه ما يرجعش للشعوذة، ما يرجعش للسحر. صافي باه عطاه رسالة، حل ما فيش جوج اختيارات، حل واحد، ما يرجعش مهما كان الثمن. ولكن مباشرة بدا الابتلاء. واش دخل الحمام بحال خروجه جوج حوايج ما تخرجش منهم في هاد الدنيا، تلعب مع الشياطين أو تلعب مع المافيا. هنا بدا انتقام الكبير الشياطين،
الشياطين ما كتسامحش، بداو بولدو الكبير ضياء الدين تبدل حداه بسرعة، كرشو انتفخات بسرعة بحال البالونة، الجلد ديالو تشد شقق، العينين تبدلو خرجو من بلاصتهم، قال بلي الود شتت قدام عينيه، فرم مشات عين مشى ضياء تشتت ماشي مات، بنفس الدور نفس القصة وقعات ولدو الثاني عمار. الولد الكبير كان عمره دخلات الدار، دخل الخوف، عمر تعشعش في ديك الدار، بغاو يخلعوه بغاو يزنزلوه، دخل في صدمة مسكين، بقى فاقد الوعي، ما تحملش يشوف ولادو بجوج ما كيموتوش كيتشتو قدام عينيه وقدام عين مراتو. لله صبرها في ديك اللحظة وتبتها، زوجة كانت حاملة، كانت هي السند ديالو، العون ديالو الله ومراتو كان ليها فضل، كانت كتقول ليه داود كل شي كيتعوض في هاد الدنيا غير ما تشركش بالله، الشرك بالله اخطر شي، ولكن حتى هي ما خلاوهاش بحالها، كانوا كيتسناو الدقه تجيها بشويه بشويه، كانت مسكينه حامله، خلاوها تا شهر الاخر شهر التاسع، سيده حامله في امان الله كرشاتها لفمها مسكينه منفوخه، مشات عند الاطباء كرشها مشات ما بقاتش بحال عمرها حملات، ونفس الشي قالوا الطباء لا السيده ما كانتش حامله عمرها حملات. هنا راجلها فهم باللي ماشي خدمه الطباء، هذه في خدمه الروقات، داها عند الروقات من احد الروقات اللي كانوا صالحين ذاك الوقت، كان عارفهم انه هو ساحر وفاهم، بدا كيقرا عليها القران، ولكن هنا المفاجاه تكلم الجني اللي على لسانها، اللي فيها هضر على لسانها، قال لي انا كليت ولك في كرشها، انا كليت ولك في كرشها وما نطلقهاش حتى ناكل كبتها وكبتكم كاملين ها وحده. رغم هاد التهديد الزوجه تشبتها بذكر الله، طارت عند راجلها وقالت لي ما تصدقهمش يا داود ما تصدقهمش، وحتى الا مت ماشي مشكل، والله غادي عوضك خير مني، شد في طريق الله، ربي كبير ماشي مشكل، هذا اختبار من الله، ما توقفش يا داود ما توقفش. كانت إنسانة قوية في إيمانها، ما قالتليش رجع باش نرتاحوا، رجع داود هاد المصيبة اللي درتيها باش لا، كانت قوية، إنسانة صادقة في إيمانها، وربي رحمها برحمته. كان قدامه اختيار، يا يرجع الباطل يا يخسر كل شيء، مات ولادو بجوج قدام عينيه، اختفى في رمشة عين الحمل مراته كامل، وحتى مراته قتلوها كلاوها، تهديداتهم هنا ما وقفات، خوفوه ضغطوه، العالم كامل كيشدوه يرجع الطريق اللي كان فيه، رجع داود ساحر كيف كنتي، اي انسان بلاصتو كان غادي ضعف، ولكن هو هنا قال لا ما نرجعش حتى لو نموت، قتلوني ذبحوني ما نرجعش، حيت في ذاك الليل ما كانش كيحارب الشياطين بوحدهم، كان كيحارب راسو، واصعب حرب هي الحرب اللي كتكون بينك وبين نفسك، ومن تما تبدلات حياته الى الابد. هاد الطريق صعيب بزاف تخرج منه، واللي يدخل ليه صعيب يخرج منه حي من جديد، بحالو بحال المافيا كيف قلت لكم، لعب مع الشياطين ما فيهش الضحك، دخل الحمام ماشي بحال خروجه. من داك النهار داود باش يحمي راسو وما يقدروش يدوروا بيه، عمره خلى اذكار الصباح والمساء، دائما نهار اللي كيخلي اذكار الصباح والمساء كيصيبوا شي حاجه، وحافظ على صلاته في وقتها ما كانش كيزقلها، وديما القران في دارو وخصوصا سوره البقره، وحافظ على الطهاره ديالو، ديما كان على وضوء بهذا الانضباط اليومي، وتبت الطريق ديالو وربي عاونو، حيت بصح نجح في الاختبار، ولا الاختبار صعيب
سبابه مشات عائلة كاملة قدام عينيه. ولكن رحمة ربي كبيرة، رحمة ربي كبيرة. من تماك بدا كيعيش بحماية حقيقية من عند الله وحده.